السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. شكرا لجمال جبلي، كذلك الشكر لكامافينجا. أعيد وأكرر فيما يتعلق استغرابك، وأنا متأكد من استغراب الكثير من توظيف روديجير كظهير أيسر، وهو لا يملك خصائص الظهير الأيسر، لا يملك السرعة، لا يملك العرضيات، لا يملك أحيانا المهارات اللي يحتاجها الظهير الأيسر. وكما ذكر كابتن طارق ذياب أن ريال مدريد يبدو بأنه بحاجة لظهير أيمن ولظهير أيسر. صحيح، لأن الأطراف عند ريال مدريد مستهدفة، وخصوصا لما يكون المنافس أو أي فريق عنده أجنحة سريعة، وشفنا إزاي ريال مدريد عانى أمام برشلونة وعانى أيضا أمام مانشستر سيتي. بدون شك المركز الثاني مهم جدا، ولكن أعتقد أن أتلتيكو مدريد مش هيفرط فيه، يعني كل الشواهد بتقول أن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، إنما ممكن ريال مدريد ينهي في المركز الثالث، إنما سواء ثاني أو ثالث أو رابع هتلعب تشامبيونز ليج السنه الجايه في الجروب ستيج. هي مشكله اللي ما بيحصلش على المركز الثاني ايه؟ ان هو لا يشارك في السوبر، يعني السوبر دلوقتي له قواعد غير زمان. اول وثاني الدوري بيلعبوا سوبر، واول وثاني الكاس او اللي وصلوا المباراه النهائيه في كاس الملك بيلعبوا السوبر، وانت عارف بيبقى ايه قبل نهائي زي ما حصل في السعوديه على نسختين. اما ان ريال مدريد حقق بطوله الكاس فهيشارك في السوبر حتى لو انهى الدوري في المركز الثالث. انما وضعيه اتلتيكو مدريد افضل، لان ريال مدريد عنده برضه مباراه صعبه امام اشبيليه، يذهب لمواجهه اشبيليه، وفي المواجهه الاخيره يستقبل خانتني الذاكره على ملعب انما برضه في نقطه في صفه ان ريال سوسيداد هيلاعب اتلتيكو مدريد، ودي مباراه هتكون صعبه على الطرفين. انما بغض النظر انا اشوف ان يستقبل اتلتيك بلباو انما اشوف ان ريال مدريد في حاجه الى تدعيمات، وفي حاجه ايضا للتخلص من اللاعبين اللي ما لهمش اي دور. ايدن هازارد ماذا يفعل مع الفريق؟ ماريانو ماذا يفعل مع الفريق؟ فايخو ماذا يفعل مع الفريق؟ لازم تتخلص من اللعيبه دي. ايدن هازارد كابتن طارق اعتقد يعلم، قال كتير عن الموضوع ده. سألني حول ايدن هازارد ماذا يفعل في ريال مدريد. انت عارف ان انشيلوتي كان عنده تغييرين النهارده وما اشركش ايدن هازارد في مباراه لا قيمه لها. ما عادش عنده. يعني لابد من التخلص من اللعيبه عشان تقلل واللاعب لم يبدي رغبته في الخروج. هو ما تحسش يحب يلعب، ما تحسوش يحب يلعب، مستسلم موظف، تروح الصبح تمضي تخلص تروح مروح. تمريره ب 500,000 يورو وانت راجع تجيب البطيخه للاولاد. سمعت شو قال لك؟ تمريره ب 500,000 يورو، مراوغه مليون يورو. يعني اكثر لاعب تكلف على ريال مدريد. صحيح. يعني بيل، احنا كنا نحكي على بيل السنه الاولى والسنه الثانيه قدم مستوى كبير وجاب بطولات وجاب بطولات، لكن هو كان حاضر في مباراه نهائيه مثل نهائي الكاس امام برشلونه. وغريب انه استسلم، غريب والله غريب، مانيش عارف معناتها كيفاش باش يكمل مشواره الكروي بعد ريال مدريد. مين باش ياخذ اللاعب هذا؟ يعني ببلاش ممكن. هذا اعتقد لنا مشكله انه لاعب كبير استسلم في ريال مدريد، ما قدم ولا شيء ريال مدريد. المفروض تلعب، المفروض تدرب اكثر، المفروض تحاول انك تظهر للمدرب انك عندك رغبه باش تلعب. وحتى لما لعبوا المدرب في عديد المناسبات من الاول اعطاه، حتى نقصوا على اللعب، حتى الاصابات اثرت فيه. لكن اصابات متتاليه ورجع طبعا عنده موسم بدون اصابات، ولعبوا المدرب انشيلوتي اعطاه عديد من الفرص، لكن اللاعب هذا ما استغلش الفرص هذه. ما تحسوش اللاعب هذا عنده رغبه باش يلعب، باش يقدم مستوى جيد، باش ينافس. لانه اليوم استسلم ليه؟ لانه هو وين يلعب؟ اصله وين يلعب؟ على الجهه اليسرى. استسلم لفينيسيوس، شاهد انه فينيسيوس صعب انه اللاعب هذا يستسلم، لانه صعب انه يلعب مع فينيسيوس بصراحه. لكن على الاقل تلعب في مكان اخر، تلعب وراء المهاجم، تلعب على الجهه اليمنى. لكن اللاعب هذا تحسه انه طيب دعنا